السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ ما هو مش كل يوم بقى. ازيكم يا شباب وازيكن يا شبابات. طبعا مش اللي هي الشبابات دي، لا، يعني ازيكم يا بنات. قلتها قبل كده وهفضل اقولها، الشعب المصري اجمد شعب في العالم وبلا فخر غير اي حد تاني في العالم. خد يا ابن يعني مثلا تعالوا النهارده كده نشوف الفرق بين محفظة الشاب المصري ومحفظة طيارات رايحة وجاية، قاعد في المطار انا. نشوف الفرق بين محفظة الشاب مثلا دي محفظة اي شاب تاني في العالم، بيبقى فيها ايه؟ شوية كاش، فلوس، نقول كارنيه اشتراك النادي، فيزا كارد، الاي دي او البطاقة بتاعته، الدرايفنج لايسنس او رخصة السواقة. دي محفظة الشاب العادي. بالنسبة للشاب المصري بقى، استنى على الشقة بالله، ده أول الكلام، أول القصيدة كفر. برضو شوية فلوس كاش، شوية فضة بقى اللي قلبك يحبهم، البطاقة، وإلا كارنيه التأمين الصحي وهو صغير أيام ما كان لسه في ابتدائي، وعادة بيبقى شعرنا طويل في الصور دي. ده أنا على فكرة، بس الزمن بقى. كارت شركة البحلوسي للكمبيوتر، كارت مكتبة شيماء وعفاف بتاعت واحد صاحبه، كارت معرض العربيات اللي عندهم على أول الشارع، كارت سعيد ألوان مصمم جرافيك كده وواد ديزاينر حلو وإيده حلوة على فكرة. وأخيرا كارت إيه بقى؟ أمين شرطة، نقيب، حاجة زي ملازم أول كده يعني. كارت شحن مستعمل مش عارف إيه لازمته. وطبعا المنيو بتاع فطاطري الشيخ أو سعيد بلبل اللي بيبقى عندهم في المنطقة، عشان لو قاعد مع رجالة بالليل سهران وجاعوا يطلبوا من عند الراجل. طبعا بتبقى فطيرة بالسكر في حالة إذا كانت القعدة فيها حشيش، وبتبقى فطيرة بالسجق إذا كانت القعدة فيها بيرة، وفطيرة سي فود جمبري وكاليماري وكده إذا كان في القعدة موزة. وفي استعمال كمان للمنيو ده، الرجالة اللي الضريبة عارفة، بيبقى حاجة اسمها مرل. مرل تذكرة سينما قديمة أو ماتش كورة حضروا زمان في الاستاد، وغالبا بيبقى الأهلي والزمالك. اوبا، ده حاجة أساسية. اللوكشة دي مهمة في محفظة أي شاب مصري. تعالوا نشوف اللوكشة دي بيبقى عادة مين. صورة الحاج، صورة الحاجة، أحمد أخويا، محمد أخويا، يارا وأحمد ابن أخويا وبنت أختي، هشام صاحبي، إسماعيل صاحبي، ماجد صاحبي. مين ده؟ مش عارف، أكيد معرفة يعني. صاحبي برضو، صاحبي مش عارف مين بس قشطة يعني. مش فاكر الواد ده كان معايا في المدرسة، بس كان اسمه أحمد، محمد، هشام، علي كده يعني. صورة ابن خالتي ده دلوقتي شغال في الكويت. صورة ابن خالتي التاني اللي قاعدة في فندق في شرم الشيخ. صورة بنت خالتي بقى دي اتجوزت وسافرت بهتيم مع جوزها. صورة خالتي. واخيرا صورة واحد من اصحابه ايام ما كان لسه عسكري في الجيش ولابس الزيتي. وطبعا شريحة فودافون، شريحة موبينيل، شريحة اتصالات. طبعا البنات فاكرين ان انا نسيهم، لا، احنا هناخد فاصل اعلاني ونرجع عشان اقول لكم بقى الفرق بين شنطة البنت العادية اي بنت في العالم وشنطة البنت المصرية. ناخد اعلان وقبل ما اكون خلصت البطيخة اللي في ايدي دي. اوعى مش هديك حتة، لا. شايف نفسك ذكر وما بتعملش بتبيع على روحك بالليل، ما بتخافش من الضلمة ولا من النور ولا حتى من حكومة، يبقى حمل لعبة شلح واجري في الظلام على موبايلك دلوقتي. اتصل على 0900 3 صفار 0 ونزل لعبة الرعب والإثارة شلح واجري في الظلام.
هاي، نيجي بقى لشنطة أي بنت تانية في العالم مش مصرية. فلوس، إزازة برفان، بلاشر أو أي ميك اب، موبايل. نيجي بقى لشنطة البنت نيجي بقى لشنطة البنت المصرية. أول الكلام شوية شخاليل، اربع ونصاص وجنيهات، غطيان حاجة ساقعة، بنسة، برضو بنسة، الله كمان بنسة، باكو مناديل وغالبا ما بتستعملهوش، هو الشغل كله بيبقى على منديل واحد ما بين تف نف ميك اب، ازازة ديودرنت، وازازة برفان ما بتطلعش عن 3 نوعيات: اسانس شادية، الخنفري، اسمه والشبراويش، كريم حب الشباب، ليبستيك، روج يعني، كريم لوشن للقشف، قلم كحل مش عارف بس غالبا ماسكارا، اي لاينر، اي شادو، اي النضارة الصيني، كيس شيبسي قديم باقي فيه شيبسيتين، باكل بان، لو من القاهرة بيبقى ماركته ترايدنت او تشيكلتس، لو من اسكندرية بيبقى ماستيكا سمارة، باكو بسكوت خلصان، مفتاح العمارة، مفتاح شقتهم اللي في العمارة، مفتاح اوضتها اللي في شقتهم اللي في العمارة، مفتاح الدولاب اللي في اوضتها اللي في شقتهم اللي في العمارة، مفتاح الخزنة اللي جوه الدولاب اللي في اوضتها اللي في شقتهم اللي في العمارة، مفتاح المفتاح. المفاتيح دي كلها بقى بتبقى في ميدالية من 3، يا اما فانوس رمضان، يا اما قلب، او شبشب صغير. خد يا واطي يا ابن بادي تبقى سلفاه من واحدة صاحبتها، علبة بروفين، او شريط بسكوبان، او شريط كتافلام. ودول عشان الاربع 5 ايام اياهم اللي بقى اوقات بيعملوا صداع، مغص، فاهمين بعضينا احنا. شوية حاجات بقى وهدايا عبيطة من اللي بتبقى واخداها من اصحابها، بوكيه ورد مثلا، دبدوب جربان وعايز يستحمى. وبكده تكون خلصت فقرة شنطة البنت المصرية. ممكن اشوف بقى اكل عيشي؟ معايا المشط والبلاية، معايا الكحل والبلاية، معايا اللي بان واللي ما بانش، واللي باس واللي ما باتش، واللي شاف واللي ما شافش، واللي حاف واللي بالجبنة، ومعايا بدلة حمادة بجنيه، وتعالى يا عم بص يخرب بيت صوتك. ونيجي لختام الحلقة مع فقرتكم المفضلة، فقرة اقفش. والنهارده جايب لكم حاجة جامدة جدا. هو فيديو هيزعل الزملكاوية مني، بس والله يعني انا صحيح اهلاوي، بس كل الزملكاوية حبايبي وعلى راسي، وانا واحد من الناس اللي بحترم شيكابالا جدا، بحبه جدا يعني. بس معلش بقى يا شيكا، يعني ايه، خليها عليك انت المرة دي. واحد صاحبي حبيبي بعت لي فيديو لشيكابالا وهو صغير، ما تيجوا نتفرج عليه. ورجلي نملت وعينيا قفلت وفضلت اكح كتير والكحه طولت. وفي نهاية حلقتي طبعا قبل ما اختمها بس احب اوجه شكر كبير جدا لصفحة كوميدي تيوب ايجيبت، صفحة 100 100 بصراحة. باي.